الساندوتش بتاعك دوت. هو انت مش كنتي نايمه؟ انت بتيجي على ريحه ولا ايه؟ يلا امشي، يلا زقي عجلك، مع السلامه. حريقه. السلام عليكم. النهارده هنعمل مع بعض بيبي فسيخ اللي هي بسعر 20 جنيه ديت. طعمها ايه ولا بتتعمل في يوم وتتاكل تاني يوم على طول. اقتصاديه وسهله مع شويه سلطه وبصل. ايه اوعى بقى، يلا بينا نبدا. بس الاول لو اول مره تشوفوني انا ايمي الشاهي، ما تنسوش تشتركوا في القناه وتعملوا لايك وشير لو حبيتوا الفيديو، ويلا بينا نبدا على طول. هنجيب طبق غويط عميق نحط فيه 3 معالق كبيره مليانه من الملح، وعليهم معلقه صغيره من الكركم ومعلقه صغيره من الشطه، ونحط بابريكا لو موجود. انا ما كانش عندي للاسف، بس اشتريت بعد ما عملتها ورجعت حطيت عليها وقلبتها عادي. نقلب التوابل مع بعض. الشطه ريحتها ايه فظيعه تدوخ. نلبس بقى الجوانتي علشان نستعد للمعركه. ناخد كيلو بسارية ونحطها على الخلطه ونقلب كويس قوي. شايفين بقى صغيره قوي ازاي؟ دي البسارية الاصليه، في انواع تانية بتبقى اكبر من دي بس دي احسن كتير. انا بقى نضفتها ازاي؟ شلت الراس بتاعتها، بتتشال بكل سهوله. بعملها بقى ازاي؟ باخد كده كام واحده مع بعض وبسحب راسهم كلهم مره واحده. وبعدين في خيارين، الخيار الاول ان احنا نعملها كده زي ما هي من غير ما نغسلها، والخيارات التانية اننا نغسلها ونصفيها كويس قوي قوي يوم كامل على مصفى في التلاجة. المهم ما يبقاش فيها اي ميه خالص، علشان لو فيها ميه هتعمل عفن. انا بعمل دايما بالخياره الاولانيه عشان لو ما عنديش وقت. والبسارية طالما طازه مفيش مشكله انها تتعمل كده من غير ما تتغسل. نحطها بقى في برطمان نضيف خالص ويكون ناشف خالص مالص، ما فيهوش ولا نقطه ميه. يلا بقى انتوا كده مش محتاجاكوا خلاص، تعالي لي انت بقى يا جميل. نحط بقى على الوش شويه زيت علشان ما يوصلوش هوا خالص، وبعدين بحط عليه كيس ونقفله كويس قوي. وبس كده خلاص. نسيبه بقى يوم واحد او يومين لو حابين، وبعدين ناكل منه بقى براحتنا. لونه بقى ايه تحفه. انا حطيت عليه كمان بابريكا زي ما قلت لكم، اشتريتها وبعدين حطيتها عليه وقلبتها عادي. ايه ده، مش عارفه انا ايه اللي صحاكي دلوقتي؟ انت مش كنتي عامله لي فيها الست المكتئبه؟ ما انا مش هديكي برضو بعينك. روحي يلا كلي السندوتش بتاعك ندوق بقى. الكارثه بقى اني نسيت ودقتها قبل ما اغسلها. الشطه كانت ايه نار. دي مش شطه، دي مصنع اسلحه ناريه، وانا بموت من الشطه، بموت منها مش فيها. نغسلها بقى كويس قوي ونصفيها ونحطها في علبه وعليها ليمون وزيت وندخلها التلاجة. لو عاملين كميه ومش هتاكلوها كلها خلال كام يوم، شيلوها في علبه في الفريزر في الزيت والليمون بتاعها، ونبقى نطلعها نسيبها تفك ناكل منها بقى ايه حكايه وروايه. ما تنسوش بقى لو حبيتوا الفيديو تعملوا لي لايك وشير وتشتركوا في القناه لو لسه مش مشتركين، واشوفكم ان شاء الله على خير الفيديو الجاي، وباي باي.